المشاهدين والحضور، اهلا وسهلا بكم في السيزون الثاني لبطولة مواهب العرب. انقضى الموسم الاول على خير بفضل الله، وها هو في بداية الموسم الثاني. معانا المستشار عيد البحيري مدير النشاط الرياضي في شركة كي اوف سكسس. مستشار اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا سيدي، اهلا بحضرتك. الحمد لله عدى الموسم الاول على خير، كلمنا عن الموسم الثاني، ايه الخطوات او ايه الجديد في الموسم ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكر كل الناس اللي كانت موجوده في السيزون الاول. معانا اولاد ومعانا اهالي تعبوا جدا وكانوا معانا طول الوقت، سواء من المحافظات او من القاهره. ان شاء الله السيزون الثاني مختلف تماما، لانه الوضع بقى فيه ناحيه تكنيكال اكتر او ناحيه فنيه اكتر، بوجود مستشار رياضي كبير بنفتخر كلنا ان احنا نكون جزء من اهتماماته. كابتن ربيع ياسين اللي انا بتشرف انه موجود في المنظومه اللي هو بيقودها فنيا، فكل الشكر للكابتن ربيع طبعا. بالاضافه انه طبعا شكرا تستحق كابتن ربيع كل الشكر طبعا. شهاده لله، لفته ما تتفاتش كده ولا تعدي كده. الناس اول ما سمعوا اسم كابتن ربيع ياسين الكل قام بالتحيه. كابتن ربيع منورنا، جميل جدا ان يكون موجود وسطنا قيمه زي كابتن ربيع ياسين. طبعا كابتن ربيع ياسين على المستوى الفني هو لاعب دولي كبير، كابتن النادي الاهلي، كابتن منتخب مصر في كاس العالم اللي هي رحناه مرتين ثلاثه. حد يتشهد له في كل المجالات. وبعدين بعد ما نسيت ده كله بنقول ان كابتن ربيع ياسين هو الوحيد اللي جاب بطوله بمنتخب مصر الناشئين او العين الخبيره في مجال الناشئين، وعنده الدعم المعنوي والخلقي والفني. يعني مش هنزيده ثناء، هو الراجل تكرم لانه كان جزء منه. وشه حلو دايما على الناس كلها، الناس فرحانه بتاعنا اهو. بنبارك طبعا لجنوب السودان، بنحتفل معاهم النهارده بعيد الاستقلال، واحنا دولتين تقريبا واحده، كلنا دول قريبين عرب، بنحب بعض وبنحب ولادنا، وان شاء الله باذن الله نفرح بيهم كلهم. عايزين نقول ان السنه دي الوضع مختلف تماما بقى، لان احنا شغالين في مصر على 6 محاور: القاهرة، اسكندرية، منصورة، سوهاج، سينا، لأن سينا ليها وضع معين في الدولة المصرية الحالية، بالإضافة للإسماعيلية كخط القانون. دول هيبقوا وكلاء أساسيين زيهم زي كي اوف سكسس تماما في القاهرة. كل دول هيبقى عندهم بطولات عباره عن 16 الى 24 فريق بنظام كاس العالم، بنختار من خلاله منتخب بيطلع يمثل المحافظه دي في البطوله المجمعه في اسكندريه في شهر 8 ان شاء الله. كل محافظه هيبقى لها منتخب مختار، مش اللي فاز بالبطوله، لا، الناس اللي لعبت كويس اختارنا اولاد نقدر نقول ان دول اللي فازوا افراد وليس فرق. بناء عليه بيطلعوا يمثلوا محافظتهم في اسكندريه عشان نختار منتخب مصر تالنت ايجيبت اللي المفروض انه يشارك في البطوله المجمعه في الامارات، اللي هيكون في نفس التوقيت بتاعنا في شهر 7 واحنا بنصفق مصر. هيكون ان شاء الله في صلاله سلطنه عمان في ابو ظبي والشارقه في الامارات، في الرياض وجده في السعوديه. فبالتالي بقى عندنا 4 منتخبات باضافه منتخب الامارات هيلعبوا دوره رباعيه في 4 اعمار. العمر الاولاني هو 6 7 5 6، العمر الثاني 7 8 9 10 11 12. ال4 مسابقات دول هم اللي احنا هنشتغل عليهم خلال الشهرين الجايين عشان نطلع بمنتخب نلعب في الامارات، ونطلع بحاجه اسمها منتخب العرب اللي ان شاء الله يتكرم علينا كابتن ربيع برضه ويقوده، ويكون المنتخب ده نواه لاولادنا اللي يلفوا بيهم العالم عشان نطلع 22 لاعب عربي قادر انه يغزو العالم زي ما بنقول صلاح، زي ما بنقول النني، كل الناس اللي احترفت وشرفتنا. طبعا بشكر كل الضيوف، مش هقعد اقول الاسامي لانهم كلهم ناس كبار جدا وناس ذو قيمه، لكن انا بشكر المكان اللي احنا موجودين فيه. ايهاب
وايهاب وكل المجموعه اللي شغاله مع سيد حميد، حاجه مفخره. بشكر كل الناس القائمين على العمل، بشكر كل الضيوف اللي موجودين سواء مصر او اسكندريه او جنوب السودان النهارده، حاجه او المنيا والصعيد والاسماعيليه، حاجه يعني مفخره. ان شاء الله دايما يا رب التقدم، وكل الموضوع هيتشرح في مؤتمر صحفي خلال 3 ايام عشان يبقى كل محافظه عارفه هيحصل ايه بالظبط مع اولادها، وبالتوفيق ان شاء الله. السؤال الاخير يا سياده المستشاره، الدول المشاركه في البطوله ايه هم؟ ان شاء الله السنه دي جمهوريه مصر العربيه دايما ودايما حاضنه للجميع، بالاضافه للمملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده وسلطنه عمان حتى الان، لان احنا قبل ما نخش الملعب احنا عندنا تليفونين من دولتين محترمين جدا عايزين يكون البطوله واصله عندهم. ان شاء الله نخلص ونتكلم، وباذن الله كل ما ده يزيد كل ما احنا هدفنا الشباب العربي يبقى شباب ناضج ويقدر يطلع ويكمل ويبقى موهبه لكل العالم. في نهاية حديثي مع سيادة المستشار عادل البحيري مدير النشاط الرياضي في شركة KOF Success، بنشكر حضرتك ونتمنى لك التوفيق. ميرسي يا مجدي بيه، واشكركم كلكم على التواجد. وبعد السلام الجمهوري